يعني ربما بسؤال أخير إن اتسع الوقت لأسئلة أخرى. يعني يقال أن هناك انتعاش للفكر السلفي الجامي الموالي للخط السعودي في الإقليم. يعني برأيك لماذا؟ وهل لهذا الانتعاش علاقة بالسعودية، يعني نظرا للروابط القومية بين السلفية الجامية والخط الرسمي لا، له السعودي؟ علاقة بسلطات المناطق. فالسعودية ليس لها أجنحة مخابراتية مثل إيران مثلا تتشجع جماعات وتؤيدها وتجعلها ورقة ضغط ثم تحركها كذا. السعودية لا تفعل ذلك. السعودية لو كانت تريد أن تفعل ذلك لكانت تفعله برابطة العالم الإسلامي وقبلها، ومن زمن ملك فيصل كانوا يستطيعون أن يفعلوا، لم يفعلوا ذلك. أما بالنسبة لوجود الجامية كما أنت تسميهم ونحن نسميه المدخلية في بلادنا أو في بلاد غيرنا الذين يسمون بحزب الولاة ولا السلفية الجديدة، نعم الحكام في بلادنا يتبنونهم هم، لأنه حصل فراغ بعد ضرب الإسلاميين فيحتاج هؤلاء ليملأوا الفراغ، وهؤلاء لا يقاتلون ولا يجادلون هؤلاء يؤمنون بأن من يحكمهم هو ولي الأمر وإن كان ابن الشيطان. طيب، أنا أشكرك الشكر الجزيل زعيم يا جماعة مرحبا. أنصار الإسلام سابقا الشيخ كريكار.